السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم خاوتي وخياتي في فيديو جديد. خرجت سارة رجيل بهدوء ووجهت رسالة مباشرة لطليقها وقالت: مانيش عبدة عندك، العذاب كله جاني منك أنت، معاك ما كنت مهنية وكل شيء صعب عليا وحسستني بزاف بالألم والخذلان. هذه الكلمات خرجت من قلبها وعبرت فيها على وجعها وتجربتها الشخصية، وقالت باللي ما تقدرش تعيش تحت ضغط ولا ظلم أي واحد، وأنه لازم الإنسان يوقف على رجليه ويحب روحه قبل أي شيء ويحمي نفسه ويحترمها. ووضحت باللي العلاقة اللي كانت فيها مع راجلها ما كانتش مهنية، وأنه التعامل اللي تلقاته خلاها تحس بالألم النفسي والخذلان، وأنها تعلمت من تجربة باللي لازم الإنسان يحط حد لأي حد يضايقه أو يجرحه. كلامها خلى الجمهور ينقسم بوضوح، كاين اللي شافوها قوية وشجاعة وقالوا باللي كلامها يعكس استقلالها ورفضها لأي علاقة تسبب لها أذى نفسي، وأنها نموذج للمرأة اللي تعرف تحمي روحها وتحبها قبل كل شيء، وأنها بصراحة قالت الحق بلا خوف. وبالمقابل كاين اللي يحسوا باللي كلامها حساس شوية وقد يثير جدل أكثر من اللازم، خاصة وأنها كشفت باللي العلاقة مع طليقها ما كانتش مهنية. وبعض المتابعين قالوا باللي كان ممكن تبقى الأمور خاصة بلا ما تنتشر للعلن، بلا ما يتسبب هذا الرسائل في جدل أو نقاشات كبيرة على السوشيال ميديا. وبين هذا وذاك الناس كامل بدأت تمد رأيها، كاين اللي دعم سارة وقالوا باللي جرأتها تمد مثال لكل امرأة تعرف تحمي نفسها، وكاين اللي انتقد وقال باللي ممكن كلماتها تزيد توتر العلاقة وتجعل الناس تحكم على أمورها الخاصة. المهم الفيديو خلى الجميع يهدر على شخصية سارة وصدق مشاعرها وقوة قرارها في حماية نفسها، واللي خلاه من أكثر الفيديوهات تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام. في الآخر مهما اختلفت الآراء يبقى الفيديو رسالة واضحة عن استقلالية المرأة وحقها في الدفاع على روحها، وأيضا درس لكل المتابعين باش يحترموا مشاعر الآخرين ويعرفوا قيمة الحرية والكرامة الشخصية. إذا عجبكم هذا الفيديو وتحبيتوا تعرفوا كل جديد عن سارة وما تفوتكمش أي فيديو، ما تنسوش تديروا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبالتأكيد شاركونا آراءكم في التعليقات بكل احترام. والسلام عليكم في فيديو جديد.